انا اعرف ناس كانوا متجوزين رسمي، والظروف اضطرتهم ان هم يتطلقوا ويتجوزوا عرفي. يعني واحدة مثلا بتاخد معاش بتاع باباها، كانت أرملة فبتاخد معاش جوزها، أو هو في مشاكل مثلا عندهم زوجة تانية، أو مشاكل مع أولادهم أولاد الكلام ده كله. فالظروف بتضطرهم ان هم يطلقوا من الجواز الرسمي ويروحوا يتجوزوا عرفي، وبيكون في اشهار والناس كلها عارفة، بس مش عارفين ان هم لما رجعوا عرفي. تمام، يعني هم اتطلقوا رسمي وكانوا متجوزين رسمي، فطبيعي هيرجعوا رسمي يعني. فدي جزئية بتكون موجودة. بس في حاجة بقى تانية، ان كتير من الازواج، الزوج يعني لما بيجي يرجع مراته عرفي، هنا هي بتطلب حقوقها كاملة مقدما. يعني بتقول له اكتب لي كل حاجة، اديني حاجتي، يعني طمن نفسي يعني، وأمن مستقبلي، معرفش ايه الكلام ده كله. وهنا الزوج بيوافق لأنه عايز كمان ما يبقاش في مشاكل تكون يعني بعد وفاته مثلا. فبيحاول ان هو يقسم التركة بتاعته على حياة عينه، او بيدي للزوجة كل حقوقها مقدما، طالما انه حول العقد من رسمي انا اعرف ناس كانوا متجوزين رسمي، والظروف اضطرتهم ان هم يتطلقوا ويتجوزوا عرفي. يعني واحدة مثلا بتاخد معاش بتاع باباها، كانت أرملة فبتاخد معاش جوزها، أو هو في مشاكل مثلا عندهم زوجة تانية، أو مشاكل مع أولادهم أولاد الكلام ده كله. فالظروف بتضطرهم ان هم يطلقوا من الجواز الرسمي ويروحوا يتجوزوا عرفي، وبيكون في اشهار والناس كلها عارفة، بس مش عارفين ان هم لما رجعوا عرفي. تمام، يعني هم اتطلقوا رسمي وكانوا متجوزين رسمي، فطبيعي هيرجعوا رسمي يعني. فدي جزئية بتكون موجودة. بس في حاجة بقى تانية، ان كتير من الازواج، الزوج يعني لما بيجي يرجع مراته عرفي، هنا هي بتطلب حقوقها كاملة